ميزانية النهاردة 700 جنيه للأسبوع، شاملة كل حاجة. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك، تشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا أمارات نشوف نظبط كده الميزانية بتاعت النهاردة. المتابعة القمر بتاعتي طلبت مني الميزانية 700 جنيه للأسبوع. تعالي نشوف البنود اللي عندها ايه وهنجيب ايه. اول حاجه هي قالت انا عندي تموين، يعني هي عندها زيت، سمنه، سكر، عيش طول الشهر، يعني هي ما بتحتاجش تجيب الحاجات دي طول الشهر. يلا بينا بقى نقسم بنود الميزانيه الباقيين ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه معانا طبعا او الاساسي، يعني بصي، اول حاجه هي الصدقه. زي ما اتفقنا قبل كده في كل الميزانيات، شهريه، اسبوعيه، كل 10 ايام، 15 يوم، حسب الميزانيه بتاعتك ما بتبتدي تاخديها بتطلعي طبعا الصدقه. وقلنا الصدقه ممكن تطلع ايه بغض النظر عن فلوس. ممكن تجيبي دواء لحد عيان، ممكن تجيبي اي لبس مثلا عندك صغر، اي حاجه ممكن تساعدي بيها حد مثلا محتاج، فهي يعني بنية الصدقة. يلا بينا نشوف اول بند معانا هو بند السوبر ماركت. هنجيب ايه؟ هنجيب رز، مكرونة، شعرية، خل، الحاجات بتاعتنا القمر دي ونبتدي نقسمها. اول حاجة هجيب 2 كيلو رز. كيلو الرز ب30 جنيه، يبقى 2 كيلو رز ب60 جنيه. ده اول بند معانا او اول حاجة. يبقى 2 كيلو رز، الكيلو ب30 جنيه، يبقى 2 كيلو ب60 جنيه. هنجيبهم قنصاص نبتدي نعمل على قد الوجبة بتاعتنا بس. هجيب كمان 2 كيلو مكرونة. كيلو المكرونة ب20 جنيه، يبقى 2 كيلو مكرونة ب40 جنيه. هبتدي اجيبهم قنصاص. وهجيب نص كيلو مكرونة كشري على بعضها، اخليها كده لوحدها عشان في وسط الاسبوع ابتدي اعمل لهم احلى كشري في البيت. هجيب كمان نص شعرية ب10 جنيه. هجيب ازازة خل ب8 جنيه. هجيب صلصة ب10 جنيه. هجيب بقى ربع كيلو عدس اصفر او ربع كيلو عدس بجبة ب12 ونص، يعني ده او ده او بالتناوب. يعني الاسبوع ده مثلا جبت عدس بجبة اعمل كشري، الاسبوع اللي وراه اجيب عدس اصفر ابتدي مثلا اعمل ايه، شوربة عدس او فتة عدس. الاسبوع اللي وراه اجيب برضو مثلا عدس اصفر بس اعمل كشري بعدس اصفر. يعني كل اسبوع غير التاني. انت هتقدري تظبطي الميزانية. هجيب كمان توابل ب15 جنيه. هجيب مثلا ب5 جنيه مرقه، ب5 جنيه فلفل اسود، ب5 جنيه كمون، يعني اظبط الميزانيه بتاعتي. هجيب كمان نص كيلو دقيق ب10 جنيه. عايزه بقى تعملي معجنات، عايزه تعملي كيكه، براحتك خالص. بما اننا عندنا زيت، سمنه، سكر، فتمام قوي كده. يبقى البند بتاع السوبر ماركت عمل معايا بالظبط 165 جنيه بالظبط. ممكن تقدري بقى تقللي في الرز، تقللي في المكرونه وتستبدليه بعيش، براحتك خالص. في ناس كتير قوي يعني بتفضل العيش عن الرز. نروح للبند اللي بعد كده، بند الخضار. بند الخضار اللي محير الناس، كل ما الواحد ينزل ميزانية يلاقي انتقادات، ده الخضار عندي بكذا، ده الخضار عندي بكذا. انا بقولك الاسعار اللي موجودة عندي بغض النظر موجودة عندك بكام. انا بديكي اختيارات. يعني مثلا لما انا اقولك هاتي بطاطس ب20 جنيه، ايا كان البطاطس عندك بكام بقى. عندك الكيلو ب10 هاتي 2 كيلو، عندك الكيلو ب15 خلاص هاتي كيلو. تمام فهماني؟ يعني عندك الكيلو يا ستي ب8 هاتي 2 كيلو ونص، زي ما تبقى موجودة عندك البطاطس بكام. انا بديكي مبلغ معين ليها. يعني انا عندي البطاطس ب10 جنيه، هجيب 2 كيلو بطاطس ب20 جنيه. هجيب كمان طماطم ب20 جنيه. الطماطم دلوقتي رخصت، محدش يقول ما رخصتش، دي ب5 جنيه وب6 جنيه ونص كمان. احلى طماطم ب6 ونص، يعني الكيلو ونص ب10. برضو بغض النظر عندك بكام هاتي ب20 جنيه طماطم. هجيب نص كيلو بصل ب7 ونص. هجيب نص كيلو فاصوليا خضراء ب7 ونص. هجيب كمان ملوخية ب10 جنيه. هجيب جزر ب5 جنيه، فلفل رومي ب5 جنيه. هجيب بتنجان ب10 جنيه. البتنجان جايبين البطاطس كمان عشان نبقى نعمل مرة مسقعة. فهماني؟ يبقى احنا قلنا كده يوم اقتصادي مثلا كشري، اليوم التاني مثلا اقتصادي برضو مسقعة. هقولك بقية الايام وهقولك بالظبط المنيو بتاعنا هنمشي عليه ازاي، او هيبقى كام يوم لحوم وقد ايه كمان اقتصادي. يبقى بند الخضار بتاعي عمل بالظبط 85 جنيه.
تقدري تستبدلي الفاصوليا الخضراء باي نوع خضار براحتك، تقدري كمان تستبدلي الملوخيه، يعني الحاجه اللي تريحك وتحبيها هاتيها. يبقى بند الخضار 85 جنيه. بند المنظفات، هنجيب المنظفات سايبه. هبتدي اجيب ايه؟ هجيب نص كيلو اكتف اوتوماتيك ب 12 جنيه ونص. هجيب صابون سايل ب5 جنيه. هجيب كمان صابونة وش ب10. هجيب نص كيلو فنيك ب5 جنيه. هجيب كمان سلك للمواعين ب5 جنيه. عمل بند المنظفات معايا 37 ونص. انا خليتلك 50 جنيه، فهماني؟ يعني مثلا ايه، ناقصك سبونجة هاتيها، عايزة تجيبي مثلا معطر هاتي، يعني بصي بيبقى فيه فرق فلوس. يبقى بند المنظفات 50 جنيه. نروح بقى لبند الفطار والعشاء. اقتصادي يا بنات، اقتصادي، عشان تبقي ست بيت شاطره توفري وتدبري. اعملي الحاجات دي في البيت. ايه الحاجات اللي هبتدي اعملها؟ ده اللي هقولك عليه. هجيب ب15 جنيه فول تدميس. هدمس الفول في البيت واخليه اكياس في الفريزر، ابتدي اطلعه للفطار للعشاء حسب ما انا عايزه، بس اعمل الكيس على قد الوجبه الواحده. هجيب كمان ب15 جنيه فول مدشوش. هنعمل احلى عجينه طعميه في البيت عندنا، انضف واحلى واوفر، وبرده نقسمها في اكياس ونخليها عندنا في الفريزر نطلعها. هجيب علبه جبنه جبنتي اللي هي النص كيلو ب23 جنيه ونص. هجيب كمان بيض ب50 جنيه، ايا كان البيض بكام، انا عامله له مبلغ معين 50 جنيه. اعمل بقى اومليت بالخضار، اعمله مثلا شكشوكه، يعني ابتدي اعمله الحاجات اللي هتضاعف لي البيض. هجيب كمان ب10 جنيه قمح بليله، ابتدي اعمل البليله واظبطها وهتبقى عشاء منه اقتصادي ومنه كمان بيدفينا في الشتاء. هجيب ب15 جنيه جبنه قديمه. الجبنه القديمه من الحاجات اللي بتوفر معانا، هنقطع عليها طماطمايه على خيارايه، بجد بتبقى حلوه جدا. وكمان اللي هيوفر معاكي في بند الفطار والعشاء ان انت بنفسك تعملي سندوتشات. هجيب كمان لبن ب30 جنيه. بند الفطار والعشاء عمل معايا 158 جنيه، يعني 160 جنيه مثلا. تمام. ممكن تستبدلي الجبنه جبنيسي بجبنه قريش لو بتحبيها، برضو اوفر واحسن. نروح للبند اللي بعد كده. بند الفاكهه عامله له قد ايه؟ عامله له 20 جنيه. برتقال، استفندي، جوافه، الحاجات دي رخيصه دلوقتي يا بنات، حلوه جدا. كمان الاناناس طلع وبرده رخيص، مش غالي، حلو الحمد لله اللهم بارك. يعني ممكن اجيب 10 جنيه برتقال و10 جنيه يوسفي، او بال20 جنيه كلها برتقال او يوسفي، براحتك خالص. المهم ان انا بقسم على قد الميزانيه بتاعتي، فاهماني؟ يعني على قد الفلوس اللي معايا، هي دي اللي ببتدي اجيب بيها. اتوفر اي فلوس من البنود بتاعتنا، خلاص انا بزود فاكهه، بزود نوع لحوم، بزود يا ستي نوع جبن، بزود اي حاجه. نروح لبند اللحوم. عامله له قد ايه؟ عامله له 200 جنيه. 4 ايام في الاسبوع لحوم و3 اقتصادي. وهقول لك المنيو بتاعنا. اول حاجه ب50 جنيه لحمه مفرومه، ابتدي اعمل مثلا مكرونه بشاميل، اعمل بفتك كداب، اعمل كفته، الحاجه اللي تحبيها ابتدي اعمليها. هجيب كمان ب50 جنيه كبده عصافيري، هبتدي اقطع عليها فلفل رومي واظبطها واعمل مكرونه، كل واحد طبق مكرونه عليه حبه كبده عصافيري من فوق، وبتبقى حلوه جدا. هجيب كمان نص كيلو كبد وقوانص ب40 جنيه. اقدر اعمل صينيه بطاطس بالكبد والقوانص، اقدر اعمل كبد وقوانص اشوحها كده في سندوتشات، يعني براحتك، او رز بالكبد والقوانص، يبقى 40 جنيه. هجيب كمان كيلو اجنحه ب55 جنيه. اقدر اعمل اجنحه كنتاكي ومعاها بطاطس محمره، او اعمل اجنحه كنتاكي ومعاها رز ريزو، او معاها مكرونه، يعني الحاجه اللي تحبيها. عمل معانا بالظبط 195 جنيه. 4 ايام لحوم. 4 ايام لحوم، 3 ايام اقتصادي. قلنا يوم كشري، قلنا اليوم التاني هنعمل ايه يا بنات؟ قلنا هنعمل مسقعه. هيبقى فاضل يوم واحد اقتصادي. اليوم الاقتصادي التالت هعمل فيه ايه؟ جبنه قديمه جايبينها في بند الفطار والعشاء، هناخد منها قطعه صغيره، يبقى هعمل جبنه قديمه بالطماطم، وهعمل كمان معاها بطاطس مسلوقه. احنا جايبين طبعا بطاطس، هناخد منها كام قطعه، نعمل بطاطس ايه؟ مسلوقه. هيبقى دول ال3 ايام اقتصادي، كشري، مسقعه، جبنه قديمه وبطاطس مسلوقه، حلو جدا. وال4 ايام التانيين زي ما قلنا لحمه مفرومه، ممكن اعمل مكرونه بالبشاميل، تمام. ممكن كمان الكبده العصافيري، ممكن اعمل مكرونه وعليها كبده، يعني مكرونه بالصلصه زائد كبده.
كبد وقوانص، قلنا ممكن نعمل رز بالكبد والقوانص. كيلو الأجنحة قلنا هنعمل ايه؟ عندي بقى اختيارين، يا اما هعمل صينية بطاطس بالكبد والقوانص. لا احنا قلنا الأجنحة صحيح، احنا الكبد والقوانص خلاص كده ظبطناها. الأجنحة قلنا هنعمل يا اما هنعمل أجنحة كنتاكي معاها رز ريزو، او هنعمل أجنحة كنتاكي مثلا معاها ايه يا بنات، ممكن تعمليه معاها مكرونة محمرة، يعني ممكن تظبطي. ممكن كمان اعمل الأجنحة ومعاها ايه، ممكن اي حاجة كده سريعة كده اقتصادية، تبقى مثلا بعيش وخلاص وكاتشب ومايونيز. يعني عندك اختيارات، يا اما تعملي الاجنحه في صينيه بطاطس، يا اما تعملي الاجنحه معاها مكرونه، يا اما تعملي الاجنحه معاها بطاطس محمره. الحاجه اللي تريحك. يبقى 4 ايام لحوم و3 اقتصادي. كمان يا بنات عملنا منيو اكلات الاسبوع. طب الميزانيه بتاعتنا دي عملت كام؟ عملت 685 جنيه، يعني كمان هيفيد من الميزانيه 15 جنيه. اقدر احطهم على بند الفاكهه مثلا واجيب الفاكهه ب35 جنيه. يعني انت اللي تقدري تظبطي الميزانيه بتاعتك، انت اللي تقدري تشوفي عندي ايه هجيب ايه اللي ممكن يتوفر معايا. كمان ممكن تعملي 3 بس اقتصادي، تعملي 3 بس لحوم و4 اقتصادي، فهيوفر معاكي كتير. يبقى ميزانيه 700 جنيه للاسبوع شامله كل حاجه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي، واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها.